محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية منهجية تهم هذا العصر التي طغت فيه الشبهات والشهوات وانصرف فيه الكثير عن طاعة رب الأرض والسماوات. وأبدأ هذه السلسلة الطيبة المباركة تحت عنوان الموت وعذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي امرأة من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر، فقالت المرأة لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما خرجت اليهودية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر، وفي رواية: عذاب القبر حق. وسوف أسوق إليكم الآن حديثا جليلا، وهو حديث صحيح صححه عدد من أئمة الحديث والحفاظ كابن حبان ومستدرك أحمد وشيخنا الألباني رحمهم الله تعالى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى شفير القبر، أي حافة القبر، فجلس وجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلمون، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه ونظر وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوطا من حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يصعدون بها إلى السماء، فإذا مروا بها على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذا الريح الطيب؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه الذي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيصعدون به حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يصلوا إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ويصدق المولى جل جلاله حين يقول في سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. نرجع إلى الحديث، يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوا روحه إلى الأرض فتعاد، فيقول الله عز وجل: فأعيدوا روحه إلى الأرض فإني منها
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ المؤمن فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: وما نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها. ثم يجيء إليه رجل حسن الثياب حسن الوجه فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته، فجزاك الله كل خير. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إذا كان العبد الكافر أو المنافق وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق من جسده كما يتفرق السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوه في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسموع فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح النتنة؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له فلا يفتح له، فقال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلا يفتح له، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وأعيدوا روحه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما رأيتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصيته، فجزاك الله كل شر. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ويا أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الأمير، أيها الوزير، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، ذكر نفسك وكلها: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فأتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل.
قليل. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.